السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل اللي بيتابعونا على قناتنا، وأهلا بحبايبي طلاب الصف الرابع. احنا النهاردة في الفيديو بتاعنا جمعنا لكم كل المهام الأدائية الخاصة بمادة الدراسات. طب كل بيسأل يعني ايه مهام أدائية؟ مهام أدائية كده زي نشاط، حاجة بسيطة جدا بتتوزع على الطالب في المدرسة. الطالب بيحلها، مش بتاخد منه 5 أو 10 دقايق، كأنه زي امتحان أو اختبار كده بسيط. طبعا المهام الأدائية دي كلها خاصة بالمنهج، فهو الطالب لو مذاكر المنهج كويس قوي هيقدر يحل الحاجات دي بسهولة جدا. فطبعا زي ما قلت لكم هي بسيطة جدا جدا اكتر مما تتخيلوا كمان. بس المهم في اليوم ده ان الطالب لازم يحضر، لان المهام ده عليها 35 درجة، وبإذن الله كلكم هتاخدوا ال 35 درجة. طب تابعوا معايا المهام الأدائية. المهام الأدائية عندك 10 مهام، جاي لك 5 مهام على الوحدة الأولى كلها، وكمان عندك 3 مهام على الوحدة التانية، ومهمتين بس على الوحدة التالتة. المهمة الأولى جاية على أول درس اللي هو أدوات تحديد المواقع، اللي هو أول درس في الوحدة الأولى. وبيقول لك أمامك مجموعة من الصور، اكتب الرقم المناسب في المكان المناسب. رقم إيه بتعبر عن صورة فضائية؟ طبعا رقم 2. رقم ايه تعبر عن خريطة؟ رقم 1. رقم ايه تعبر عن صورة جوية؟ رقم 3. طب إيه للخريطة أهمية في حياتنا؟ يستخدمها الكثير من الأشخاص. اكتب الأشخاص الذين يستخدمون الخريطة في الجدول التالي. طبعا أول واحدة اللي هي تحديد ملكية الأراضي الزراعية بيستخدمها الفلاح. طب تحديد المواقع الحربية يبقى الجيش. طب يستخدمها في المذاكرة التلميذ. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل يعرف باسم وردة البوصلة. الجهات الأصلية عددها 4. طب أذكر 2 من الجهات الأصلية. طبعا الجهات الأصلية عددها 4، شمال وجنوب وشرق وغرب. انت هتختار بس 2 من الجهات الأصلية. دي بالنسبة شكل المهام الأدائية، بتيجي لكم بالشكل ده نفس الورقة دي. الطالب طبعا هم 10 مهام، هو يعني المدرس بيوزع عليه مهمة واحدة من ال10 مهام دول. طب المهمة التانية جاية على الدرس التاني اللي بيتكلم عن المصادر الأولية والمصادر الثانوية. أمامك مجموعة من الصور، صل كل صورة بما يناسبها من الجمل أسفلها ونوع المصدر الخاص بها. أول صورة هنوصلها بجملة صورة لافتتاح قناة السويس عام 1869، وأول صورة طبعا دي تعتبر مصدر أولي. الصورة التانية هنوصلها بجملة نقش على لوحة الملك نعرمر أو الملك مينا، ودي تعتبر مصدر أولي. الصورة التالتة هنوصلها بصورة للاحتفال بقناة السويس الجديدة، ودي مصدر ثانوي. طب السؤال اللي بعده، الحقائق تتسم بالدقة والموضوعية. هذه العبارة صحيحة أم خطأ؟ طبعا صحيحة. الآراء تعبر عما يشعر به أو يفكر فيه شخص ما تجاه موضوع معين. هذه العبارة صحيحة أم خطأ؟ طبعا صحيحة. الحقائق هي معلومات أو أحداث تم إثبات صحتها والتأكد من دقتها. هذه العبارة صحيحة. مدينة شرم الشيخ من أجمل المدن السياحية في مصر. هذه العبارة تعبر عن رأي. قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم. هذه العبارة تعبر عن حقيقة. طب قناة سيزو ستريس تم حفرها في عهد الملك سنوسرت الثالث. هذه العبارة تعبر عن حقيقة. دي بالنسبة للمهمة التانية اللي هي المصادر الأولية والمصادر الثانوية. طبعا المهمة زي ما قلت لكم تيجي بالشكل ده، ويبقى مكتوب عليها اسم الطالب والفصل. الطالب هيكتب اسمه واسم الفصل بتاعه. دي المهمة التانية. المهمة التالتة بتتكلم عن الدرس الثالث. الدرس الثالث اللي هو موقع مصر بالنسبة للعالم. زي ما قلت لكم المهام كل اللي هم ال5 مهام الأولين جايين على أول 5 دروس اللي هم الوحدة الأولى. طب المهمة الثالثة، تعالوا معايا نشوف المهمة دي بتتكلم عن ايه. قلنا درس اللي هو مصر، موقع مصر بالنسبة للعالم. جايب لك طبعا خريطة قدامك، والخريطة اللي قدامك دي خريطة العالم، وبيقول لك الخريطة التي أمامك هي خريطة العالم. لون قارة افريقيا بلون مناسب. طبعا هتختار قارة افريقيا اللي هي في النص دي. القارة ديت عندنا هتلونها بأي لون انت عايزه. طب من خلال الخريطة اذكر اسم قارتين من قارات العالم القديم بخلاف افريقيا. طبعا احنا عارفين قارات العالم القديم 3، اسيا وافريقيا واوروبا. طبعا هو كاتب لك افريقيا، هو مش عايز افريقيا، هو عايز 2 تانيين، يبقى نختار اسيا واوروبا.
طب اسم قارتين من قارات العالم الجديد. قارات العالم الجديد 4: أمريكا شمالية، أمريكا جنوبية، أستراليا، أنتاركتيكا. طب احنا هنختار قارتين من الأربع قارات دول. طب تطل مصر على بحرين من أهم بحار العالم، وهما البحر الأحمر والبحر المتوسط. احنا عارفين البحر الأحمر بيقع في الشرق والبحر المتوسط بيقع في الشمال. ما اسم القناة التي تربط بين هذين البحرين؟ طبعا قناة السويس، لأنها بتربط ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. 5: استخدم المصريين القدماء إيه كطريق للتجارة بين شمال مصر وجنوبها؟ طبعا استخدم المصريين القدماء اللي هي عندنا نهر النيل. طب اكتب جملة من تعبيرك توضح فيها أهمية هذه القناة للملاحة والتجارة الدولية. هنقول طبعا إن قناة السويس دي قناة يعني أهم ممر ملاحي في العالم، بيربط ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، ساعد على زيادة التجارة العالمية وساعد كمان على زيادة الاقتصاد المصري. دي بالنسبة، عايز تزود بعد كده حاجة انت عايز، مفيش مشكلة زود. دي المهمة الثالثة اللي هي موقع مصر بالنسبة للعلم. المهمة الرابعة جاية على درس محافظات مصر، اللي هو الدرس الرابع في الوحدة اللي هي الأولى. طبعا المحافظات مصر احنا لازم بالنسبة للمحافظات قلنا لازم نعرف ال27 محافظة كويس قوي. أهم حاجة لازم تعرف يعني أسمائهم كويس، وتعرف ايه هي المحافظات اللي بتقع في الوجه البحري والمحافظات اللي بتقع في الوجه القبلي ومحافظات الحدود. طب تعالوا معايا للمهمة الرابعة اللي هي محافظات مصر. جايب لك خريطة قدامك، ودي خريطة محافظات مصر، وبيقول لك الخريطة التي أمامك هي خريطة محافظات مصر. أجب عن الأسئلة الآتية. 1: عاصمة جمهورية مصر العربية هي محافظة القاهرة. رقم 2: بلغ عدد محافظات مصر كم محافظة؟ 27 محافظة. رقم 3: اذكر اثنين من محافظات الحدود. احنا عارفين ان محافظات الحدود 5 محافظات، اللي هي شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والبحر الاحمر. انت هتختار 2 من الخمسة دول. طب 2 من محافظات الوجه القبلي. طبعا محافظات الوجه القبلي 9 محافظات: الفيوم والجيزة وبني سويف وسوهاج والمنيا وقنا، وعندك كمان اللي هي الأقصر وأسوان. كل ده محافظات الوجه القبلي. انت تختار محافظتين بس، ممكن نختار الأقصر وأسوان. طب باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS يرغب أحد السائحين في الذهاب من القاهرة إلى أسوان، ما الاتجاه الذي سوف يأخذه للوصول إلى وجهته؟ طبعا هو جاي من القاهرة وعايز يروح إلى أسوان، يبقى هيتجه نحو الجنوب. طب ما اسم الخطوط التي تفصل بين محافظة وأخرى؟ طبعا ما بين محافظة ومحافظة تانية دي اسمها حدود إدارية، لأن لو ما بين دولة ودولة يبقى حدود سياسية، يبقى هنا هنختار حدود إدارية. قامت الدولة حاليا بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. اذكر السبب. ايه السبب للدولة عملت لنا العاصمة الإدارية الجديدة؟ طبعا لتخفيف الضغط السكاني عن محافظة القاهرة. دي المهمة الرابعة اللي هي محافظات مصر. فاضل عندنا مهمة واحدة في الوحدة الأولى اللي هي المهمة الخامسة. المهمة الخامسة دي على درس رموز بلدي، اللي هو آخر درس في الوحدة الأولى. المهمة اللي قدامكم دي اللي هي المهمة الخامسة رموز بلدي. جايب لك أول حاجة بيقول لك الشعار الذي أمامك شعار خاص بمحافظة. طبعا كلنا عارفين دي شعار محافظة ايه؟ القاهرة، حتى كمان مكتوب كلمة القاهرة على الشعار. طب الجامع الذي يوجد بالشعار هو الجامع الأزهر. طب الشمس الساطعة بالشعار تدل على منارة الإسلام في العالم أجمع. طب اذكر 2 من مظاهر الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة. أول حاجة اللي هو رفع علم مصر وشعار المحافظة على مبنى المحافظة. تاني حاجة إقامة الاحتفالات والمهرجانات. دي بالنسبة لمظاهر الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة. طب السؤال اللي بعده: ضع علامة صح أمام السلوكيات التي تعبر عن احترامك لعلم بلدك مصر. شراء علم جديد لإحياء أحد الاحتفالات الوطنية، هنعمل قصادها علامة صح. إنزال العلم ووضعه بجانبك وأنت تقف بحيث يلامس الأرض، طبعا ده غلط. طب الوقوف تحية للعلم في مدرستك، طبعا هنحط قصادها علامة صح. تحرك أحد التلاميذ أثناء تحية العلم، طبعا غلط. رفع علم مصر عاليا وهو ممزق، طبعا غلط.
ما اسم النشيد الذي تقوم بترديده مع تحية العلم اللي هو النشيد الوطني بتاعنا بلادي بلادي؟ النسر الموجود وسط علم مصر مأخوذ من نسر صلاح الدين الأيوبي. اختر لون من ألوان العلم الثلاثة واكتب على أي شيء يدل هذا اللون. طبعا احنا عندنا الألوان 3 ألوان، الأحمر والأبيض والأسود. الأحمر ده بيدل على طبعا دم الشهداء والنضال والكفاح من أجل الحرية، والأبيض بيدل على السلام، والأسود بيدل على الظلم الذي تعرضت له مصر خلال فترات الاستعمار. فانت هتختار لون واحد من الألوان دي وهتقول اللون ده بيدل على ايه. دي بالنسبة لآخر مهمة اللي هي المهمة الخامسة في الوحدة الأولى. كده خلصت ال5 مهام الوحدة الأولى. طب المهمة الستة هنبدأ بأول درس عندنا. لا، المهمة الستة جاية لكم اللي هو الدرس التاني اللي هو بيتكلم عن الطقس والمناخ، اللي هو تاني درس في الوحدة التانية. الدرس ده قلنا بيتكلم عن الطقس والمناخ. جايب لك بيقول لك امامك 3 ادوات تستخدم في جمع المعلومات حول الطقس. صل كل شكل بما يناسبه من كلمات. هتوصل كل شكل بالكلمة المناسبة ليه. اول طبعا صورة دي صورة جورب الرياح اللي هو بيستخدم في تحديد اتجاه الرياح، يبقى انت هتوصل اول صورة بكلمة جورب الرياح. تاني صورة طبعا دي مقياس المطر اللي هو بيقيس لنا كمية المطر، هنوصلها طبعا بكلمة مقياس المطر. تالت صورة عندنا اللي هي عندنا دي جهاز الترمومتر، هنوصلها طبعا بميزان الحرارة اللي هو بيقيس ليا درجات الحرارة. طب السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كانت درجة الحرارة نهارا يوم الأحد الموافق 15/12/2023 على القاهرة 25 درجة، بينما سجلت درجة الحرارة ليلا 10 درجات، بذلك استخدمنا أداة من أدوات قياس عناصر الطقس وهي طبعا جهاز الترمومتر لأنه هو اللي بيقيس درجات الحرارة. حدد من الجمل الآتية أيهما يصف حالة الطقس وأيهما يصف حالة المناخ. في الأسبوع القادم نتوقع هطول الأمطار غزيرة، طبعا دي طقس. غالبا ما يكون فصل الصيف جافا وحرا في مصر، دي مناخ. السائر اللي بعده هناك عديد من الأنشطة بنستفيد منها خدمات الأرصاد الجوية. ضع دائرة حول الأنشطة التي تستفيد من هذه الخدمات. هنضع حول الزراعة والنقل وصيد الأسماك والسياحة. الصور والمقالات طبعا لا. طب مناخ مصر معتدل وممطر في الشتاء، حر جاف في الصيف. بيقول لك يسود المناخ ايه؟ معظم الأراضي المصرية. طبعا هنختار المناخ الصحراوي، يبقى احنا عارفين المناخ الصحراوي ده بيسود معظم الأراضي المصرية. دي المهمة الستة اللي هي الطقس والمناخ. المهمة السابعة طبعا اللي هي بتتكلم عن الدرس البيئات المصرية. قلنا المهام كلها معظمها جاية من الوحدة الأولى والوحدة التانية. انت عندك مهمتين بس اللي هي المهمة التاسعة والمهمة العشرة دي الوحدة التالتة. طب المهمة السابعة اللي هي بتتكلم عن درس البيئات المصرية. جايب لك خريطة قدامك، خريطة لمصر، وبيقول لك الخريطة المقابلة هي خريطة صماء لمصر. يعني ايه صماء؟ يعني مش عليها اي بيانات خالص. من خلالها اجب. اول حاجة شبه جزيرة سيناء تعتبر بيئة، طبعا بيئة صحراوية. وادي النيل ودلتاه تعتبر بيئة زراعية. بحر الرمال العظيم يعتبر بيئة صحراوية. يمكنك شراء الخضروات والفاكهة من البيئة الزراعية. عند زيارتك للإسكندرية فإنك تستمتع بالبيئة الساحلية. يأتي السياح إلى مصر لمشاهدتها وخاصة على سواحل البحر الأحمر وخليجي العقبة والسويس للتمتع بمناظرها وألوانها الخلابة. فما هي؟ طبعا دي الشعاب المرجانية. تعتمد زراعة المحاصيل في وادي النيل ودلتاه على مياه نهر النيل، من أكبر البحيرات الصناعية في العالم وتعد موطنا للكثير من الأسماك، هي بحيرة ناصر. الرمال البيضاء تدخل في صناعة إيه؟ والخلايا الشمسية تدخل في صناعة الزجاج والخلايا الشمسية. السهول الساحلية على البحر الأحمر ضيقة. اذكر السبب. بسبب وجود الجبال. اكتب جملة لصديق لك تصف فيها البيئة الصحراوية. هتقول البيئة الصحراوية
من البيئات المصرية التي تتمتع أو تتميز بوجود الجبال الشاهقة والرمال الصفراء ووجود المنخفضات، وأنها تعتبر من أكبر البيئات المصرية عندنا في مصر. ولو عايز بقى تكمل أي حاجة عايزها تقولها عن البيئات المصرية تقول وتتمثل في المناطق زي الصحراء الشرقية والصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء، عايز تكمل زي ما انت عايز براحتك. دي بالنسبة للمهمة السابعة اللي هي البيئات المصرية. طب المهمة اللي تمنى وهي طبعا على آخر درس في الوحدة الثانية اللي هو الدرس الرابع نحو حياة مستدامة. أول سؤال بيقولك أمامك مجموعة من السلوكيات، ضع علامة صح أمام السلوكيات التي ترى أنها جيدة وعلامة خطأ أمام السلوكيات التي ترى أنها غير جيدة. ترك التلفزيون مفتوح طوال الليل، طبعا دي خطأ. إلقاء القمامة في الترع ونهر النيل خطأ. إغلاق صنبور المياه أثناء تنظيف أسناني صح. شراء كميات مناسبة من الطعام وعدم تخزينها خطأ. استخدام الدش بدل من حوض الاستحمام صح. طب السؤال اللي بعده، اتجهت دول العالم لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة لأنها طاقة نظيفة لا تسبب في تلوث البيئة. اذكر اثنين من هذه المصادر. طبعا مصادر الطاقة المتجددة عندك المية والرياح والشمس، هتختار اتنين من التلاتة دول. طب السؤال اللي بعده بيقولك الصور التالية صور تعبر عن توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة. صل كل صورة بما يناسبها من كلمات. الصورة الأولانية هنوصلها بكلمة اللي هي توليد الكهرباء من المياه. الصورة الثانية توليد الكهرباء من الشمس. الصورة الثالثة توليد الكهرباء من الرياح. رقم 4، أطلقت الدولة مبادرة لحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة والتوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات. ما اسم هذه المبادرة؟ دي طبعا مبادرة اتحضر للأخضر. اقترح أحد الحلول للحفاظ على مياه نهر النيل. طبعا عدم إلقاء اللي هي نفايات المصانع واللي هي عندنا مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي في مياه نهر النيل. آخر سؤال بيقولك شجعت الدولة المزارعين على استخدام إيه بدل من الأسمدة الكيميائية. طبعا شجعت الدولة المزارعين على استخدام الأسمدة العضوية بدل من الأسمدة الكيميائية، ودي طبعا للحفاظ على التربة. دي المهمة الثامنة، هي آخر درس في الوحدة الثانية نحو حياة مستدامة. المهمة التاسعة والمهمة العاشرة دي طبعا في الوحدة الثالثة. المهمة التاسعة بتتكلم عن أول درس في الوحدة الثالثة اللي هي الحرف التراثية. بيقولك أمامك مجموعة من الصور، صل كل عبارة بالصورة التي يناسبها. طبعا كل عبارة بالصورة التي يناسبها. أول حاجة عندنا اللي هي مكتوب جملة صناعة الفخار. طبعا عندنا هنوصلها بإيه؟ هنوصلها بالصورة اللي هي الصورة التالتة. يبقى تعالوا كده نوصل بالصور الأول. أول صورة خالص موجودة عندك الصورة الأولانية هنوصلها بجملة دي صناعة السجاد اليدوي. الصورة التانية هنوصلها بصناعة الزجاج. الصورة التالتة صناعة الفخار. الصورة الرابعة دي صناعة الخيامية. طب عندنا السؤال اللي بعده، من أشهر القرى بصناعة الزجاج اللي هي قرية جراح اللي هي موجودة في محافظة الدقهلية. من أشهر القرى بصناعة النسيج والسجاد اليدوي قرية الحرانية بالجيزة. تتركز صناعة الخيامية بشارع الخيامية بحي الأزهر محافظة القاهرة. قائمة التراث العالمي المسؤول عنها هي منظمة اليونسكو. طب أهم المعارض عندنا اللي هي أقامتها الدولة للحرف اليدوية هي طبعا معرض تراثنا للحرف اليدوية. الحرف التراثية تدعم السياحة المستدامة، العبارة صحيحة. توفر الحرف التراثية فرص عمل للشباب، طبعا العبارة صحيحة. الحرف التراثية اليدوية تلوث البيئة بسبب المخلفات، العبارة خاطئة. تقوم الدولة برعاية مصالح العمال بالحرف التراثية وإعداد برامج تدريبية لهم، طبعا العبارة صحيحة. دي المهمة
التاسعة اللي هي الحرف التراثية. آخر مهمة وهي المهمة العاشرة اللي هي عندنا الدرس اللي هو بيتكلم عن المستثمر الصغير، اللي هو الدرس الثاني في الوحدة الثالثة، المستثمر الصغير. طبعا المهمة ديت تعالوا معايا كده نوضحها. اللي بيقول لك أمامك صورة لبنك مصر وصورة أخرى للبنك المركزي المصري. أجب عن الأسئلة التالية: من الذي قام بتأسيس بنك مصر؟ طبعا اللي قام بتأسيس بنك مصر دي عندنا محمد طلعت حرب. متى تم تأسيس بنك مصر؟ سنة 1920. من المسؤول عن إصدار النقود والإشراف على البنوك؟ البنك المركزي المصري. الأموال التي يعطيها البنك للمستثمرين يطلق عليها اسم القروض. كلما قل الاستهلاك زاد الادخار وزاد الاستثمار وازدهر الاقتصاد. الأشياء التي يجب أن نحصل عليها لتعيش يطلق عليها الحاجات. الأشياء التي تستطيع العيش بدونها يطلق عليها الرغبات. آخر سؤال بيقول لك: اكتب أمامك العبارات الآتية الكلمة التي يناسبها مما يلي: حاجات أو رغبات. هنشوف العبارة دي حاجات ولا رغبات. شراء المواد الغذائية حاجات. شراء كرة القدم رغبات. شراء أدوات مدرسية حاجات. شراء ساعة حائط رغبات. شراء سيارة لعبة رغبات. شراء معجون أسنان حاجات. شراء حذاء للمدرسة حاجات. شراء بلاي ستيشن طبعا رغبات. دي بالنسبة لآخر مهمة اللي هي المهمة العاشرة، المستثمر الصغير. بكده وضحنا لكم العشر مهام دول. العشر مهام دول 5 مهام على الوحدة الأولى و3 مهام على الوحدة التانية ومهمتين بس على الوحدة التالتة. المهام بسيطة جدا جدا زي ما انتم شايفين كده، حلناها معاكم. زي ما قلت لكم أهم حاجة في المهام دي إنها عليها 35 درجة. الطالب لازم يحضر اليوم ده، لأن لو ما حضرش هيضيع عليه 35 درجة. فالمهام ده بسيطة جدا، هيحلها في 15 دقايق، مش هيحتاج منه أي حاجة، وفي نفس الوقت هو بيراجع على المنهج بتاعه. يعني أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وانتظرونا في شرح الدروس على قناتنا. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.